يونس بيلعبها سلام. يابا هزت قلوب العراقيين، هذه هزت قلوب العراقيين. يونس بيلعبها وفي العارضة كرة مباغتة بتعود العراق عالية السلام. الله همامي السلام. نقدم السلام عليكم يا اهلنا العراقيه الاصيله. ان شاء الله احنا هارد لك هاي مباراه استراليا، وان شاء الله نتفق لمنتخبنا تصفيات كاس العالم، تصفيات سنه كامله. لا تغضبون علينا، احنا شوي شوي تصفيات ترى مهمه، ومنتخب الاسترالي منتخب صعب، ومنتخبنا ما قدم بالمباراه. قلت لكم اني مباراه صعبه كانت علينا، والمباراه ان شاء الله بالتوفيق للمباراه الثانيه امام السعوديه. ساندوا المنتخب العراقي، انتم قدها. جمهور العراق الاصيل لا تغضبون على المنتخب العراقي، احنا رابع، احنا جبناه ترى، احنا جبناه رابع، والجمهور طالب وراضي من كان يحيى علوان. جبنا يحيى علوان قلت بالرطوبه، جبنا عبد الغني شهد قلتوا رجال ما عنده خبره، جبتوا حكيم شاكر قلتوا ابو حب الشفايف، جبتوا عدنان حمد قلتوا رجال طائفي، يعني جبنا راضي قلتوا فاشل. عيب هاي الكلام احنا نقوله. مدرب العراق الكفو هسه للمنتخب سيد راضي، انا والله مو وياه، مو يعني حبنا للمنتخب، يعني احنا مو كل سنه كل تصفيات كاس العالم تطلع لنا مشكله، بذل فلان بذل فلان، لا ساندوا المنتخب العراقي. ان شاء الله تصفيات طويله، مو نهايه المطاف خساره استراليا، مو نهايه المطاف. ان شاء الله عندنا يوم الثلاثاء مباراه مهمه، جماهير العراقيه هلا هلا بالمنتخب العراقي، وان شاء الله الصعود. كنا مع المنتخب العراقي تصفيات كاس العالم. جماهير العراقية ان شاء الله يوم الثلاثاء مباراة مهمة ومباراة صعبة، احنا لازم ما نخسر النقاط على ملعبنا، لازم نفوز، وان شاء الله اتفق منتخبنا. احنا لا عندنا ملعب، لا عندنا دوري، اللاعبين تجمعوا 72 ساعة ساندوا المنتخب العراقي. والله لو نلعب بملعبنا شمس لا تغيب، يعني لو نلعب بملعبنا، بس احنا اتحاد الدول حارمنا وجاي نلعب خارج ملعبنا، وان شاء الله التوفيق لمنتخبنا العراقي. ساندوا المنتخب العراقي يوم الثلاثاء مباراة مهمة في الساعة 2 ظهرا، مباراة اكون او لا اكون، بل اكون ان شاء الله بقيادة السيد راضي. انتم قدها ان شاء الله. مع تحيات علي الكينج مشجع المنتخب العراقي.